صباحكم نور، مساءكم خير، على حسب التوقيت اللي بتتابعوني بيه، سواء بتتابعوني من مصر او من الولايات المتحده الامريكيه. اسعد الله اوقاتكم. في ختام مونديال كاس العالم. الفتره اللي فاتت كلها انا كنت راجع من المونديال وبحاول اكاتش اب مع حاجات كتير موجوده حواليا. النهارده حابب اخدكم في جوله من مدينه تامبا فلوريدا، خلاص كله طفى المكن، كله قفل المواتير، اللعيبه كلها خدت اجازات، كله طلع الساحل، طلع محمد صلاح زي ما انتم عارفين طبعا، طلع تركيا، طلع اليونان. هتابعكم خطوه بخطوه باخبار محمد صلاح، العقود، نادي بشكتاش التركي، الصفقه الجديده، الامضاءات. رامي عباس وكيل محمد صلاح الفترة اللي فاتت كان بيعمل مناورات مع نادي بشكتاش التركي، زي ما انتم قريتم في الاخبار ان نادي بشكتاش عرض على صلاح مبلغ كبير، عرض عليه تقريبا 12 مليون دولار في السنة، يعني تقريبا براتب شهري حوالي يتعدى ال 500 ألف دولار في الأسبوع، يعني 2 مليون دولار في الشهر، تقريبا براتب 24 ألف دولار في السنة. دخل رامي عباس في الصفقة وطلب 35% ككوميشن من نادي بشكتاش التركي. طبعا نادي بشكتاش ما كانش متوقع ان رامي عباس يخش بنسبة 35%، ان الرقم كبير جدا. اتوقفت الصفقة، وكان قبل ما الصفقة تبتدي كان محمد صلاح ارسل المحامي الخاص بتاعه ان هو يقعد مع ادارة التعاقدات في النادي ويشوف ازاي هم هيأمنوا التعاقد ده لمدة سنتين. نادي بشكتاش هو تقريبا من اكبر النوادي في تركيا. نادي بشكتاش هو النادي اللي لعب ليه احمد حسن، لاعب منتخبنا الوطني السابق، العميد الصقر احمد حسن. نادي بشكتاش هيشارك السنه اللي جايه في دوري ابطال اوروبا. نادي بشكتاش ليه سمعه وصيت كبير. نادي بشكتاش ورئيس النادي كان بيعلن صفقه انضمام لاعبين للنادي بشكتاش. الجماهير كلها وقفت وهتفت باسم صلاح 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 صلاح. فاحنا على اعتاب انتقال، انا مش عارف هو هيكون انتقال قوي ولا انتقال ضعيف. كان نفسي صلاح ينتقل للدوري الامريكي الMLS، وخاصه ان كان في كلام من نادي سان دييجو ومفاوضات مع رامي عباس ان هو هينتقل الى هناك. معرفش رامي عباس دخل ليه بحته ال 35% انتقال وسمسره. الصفقه وقفت. الاخبار دلوقتي بتدور حوالين ان لو رامي ما تنازلش عن 35% من نسبه الكوميشن الصفقه هتقف. هتابعكم بالاخبار اول باول لحد امبارح ولحد النهارده. طاوله المفاوضات مستقره، ما فيش اي اخبار، ما فيش تاكيد للانتقال، ما فيش اي امضاءات. لو حصل اي تطوير او تحديث في المعلومات هواصلكم بيه. كان معكم مومو من الولايات المتحده الامريكيه. سلام.